ابسط حقوقنا ان احنا بس يعني يكون لنا سكن، مش اكتر من كده. السكن والتعليم. انا طفلي، انا ابني دلوقتي مش عارفه اعلمه، عايزين يطلبوا مننا ورق، نزور ورق عشان نعرف نعلم اطفالنا. يعني احنا ده ابسط حقوقنا عندنا، يعني في مشكلتنا كلنا. وانا شكرا. هو ده يعني ابسط حاجه. انا ماسك لما غرب الكوبري. بما اننا استمعنا لكل المناطق اللي موجوده، فهندي الفرصه لست ام رحمه، لان عزه النخل هم منطقتين، ففي تفاصيل اخرى ربما عندهم عادي، وفي الاخر يقولوا لنا فضلنا 15 يوم بعد ما ضربونا وبهدلونا وحبسوا اخواتي وابن اختي مات. طب ما انت لو عدلتي وشك عملوا معانا ايه؟ ما عملوش معانا حاجه الحكومه. خدونا رمونا وسابونا. احنا مش طالبين منهم حاجه، احنا عايزين حتى لو مش هيدونا سوا يسيبونا نقعد في مكاننا. احنا مش عايزين حاجه الا نقعد في مكاننا، احنا هنعمل ملايات وخيم ونقعد. احنا نقعد فيها. انا جوزي مات ومعايا 2، واخويا عنده بنته عندها 14 سنه. تقعد فين ال 14 سنه؟ والتانيه اختي عندها بنات ودي عندها بنات، يقعدوا فين؟ نقعد فين بعيالنا؟ واحده متطلقه والتاني عنده بنته عندها 14 سنه، نقعد فين ومعانا عيال؟ لا اختي اللي ابنها مات اهي، نروح فين تاني؟ ما حسوش بينا، يعني ما حسوش بينا خالص. ايوه ما حسوش بينا خالص، سابونا مرميين وقالوا لنا اقعدوا هنا استضافه. الاستضافه بتاعتهم دلوقتي 15 يوم، قبل ال 15 يوم خلصوا. نروح فين؟ في الحجمه بتاعتهم نروح فين بقى احنا بعيالنا؟ احنا مش طالبين حاجه منهم، احنا عايزين بس لا يسيبونا مكاننا، لا يدونا شقه نقعد فيها. يلا. حسن صبري حسن عشش عزة النخل. هم هدوا العشش ورمينا في الشارع. احنا مش عارفين نسيبنا ايه، هنروح الحي ولا المحافظه، نروح المحافظه كلها الحي، بنمر بعض مش لاقيين حل للمشوار القصه بتاعتنا. تمام. اطفالنا حاجبنا مرميين في الشارع لاننا على الرصيف. هل رئيس الوزراء يرضى بكده؟ رئيس الجمهوريه يرضى بكده؟ احنا مش طالبين، احنا بنطالب بحقوقنا. انا طلعت 30 يوم انتخابات الدستور دي، جبت الدستور وقريته لقيته مناسب ليا وهيجيب لي حقي، بس للاسف بيقولوا عليها رؤيه القانون، بس احنا مش بلد قانون. اللي بيجي على هواهم بيطبقوه واللي ما بيجيش على هواهم ما بيطبقش. انا عايز اوضه، مش عايز شقه. اوضه ب4 حيطان تلمينا انا وعيالي، مش اكتر من كده. وعندهم متوفر كتير في كذا. ايه اللي حصل معاكم في العشش؟ ايه اللي حصل معانا لما هدوا العشش؟ جبنا خيام وقعدنا كل واحد بأسرته قاعد في مكان العشش تحت الكوبري. اتفاجئنا الساعة 7 الصبح بقوات خاصة وقوات أمن مركزي ومعاهم حي المطرية وقنابل غاز مسيلة للدموع وذخيرة حية في الهواء، وفي أطفال اتخنقت من الغاز، وفي حريم كتير اتعورت بالدبشن بتاع السلاح وضربوا النسوان. مش عارف، هو الفساد وهو الظلم وهي كل حاجة وهي السياسة. مفيش جديد، مفيش حاجة اتغيرت. مش عارف، احنا مش لاقيين لنا حل، نايمين في الشارع. تعالى هناك عزبة النخل وصورنا هتلاقينا نايمين على الرصيف. الخيام اللي كنا عاملينها بتداري على عيالنا من الهواء ومن البرد شباب بالنور. دلوقتي نايمين على الرصيف، مالناش حاجة نفكر بيها. ربنا اللي يعلم بيها. هو رئيس الحي من اول خالص. الحصر ده معمول في 2011. الحصر اللي عمله كان عامله في 2011 واتعمل على القهوه ساعه زمن، خد ساعه زمن. اللي كان موجود عطى اسمه واللي كان في شغله ما عطاش اسمه. احنا من ضمن الناس اللي كنا في شغلنا. كتب على الاوضه بتاعت المغلق. يعني ايه مغلق؟ طب انت كويس ان انت لقيت الاوضه بتاعتي بس كتبت عليها مغلق، بناء على ايه؟ انا قاعد فيها بس في شغلي. في نفس اليوم ده برضه المدام عندي كانت بتطعم ابني بنفس التاريخ بنفس الساعه اللي هم هدوا فيها، ما كانش حد هناك، كنت انا في شغلي والمدام بتطعم ابني. احنا مش راضيين عيشه كريمه، مش اكتر، عايز حق. قالوا علينا بلطجيه ولا علينا حراميه. في مسيره بتعدي من جنبينا تبع الاخوان قالوا علينا ارهابيين. دي شكل ارهابي، دي شكل بلطجي، دي شكل حرامي. احنا بنطالب بحقوقنا.
مش هنسامحهم، عايزين حقنة، عايزين حقنة. الناس دي كلها بتطلب بحقهم، الناس دي كلها مش إرهابية، الناس دي كلها مع السيسي، مع رئيسنا ينزل يشوف شعبنا متبهدل ازاي. احنا متبهدلين على الآخر، متدمرين. اسمي علا باسم من اسمي علا باسم من متضرري عزبة النخل. أول ما نزلوا يوم الثلاث اللي قبل الأسبوع نزلوا علينا من غير ما نعرف أصلا مين جايين. شعورنا بالقوة القتالية، بهدلة، أدب، إهانة، عفشنا هتدوس. احنا بيتنا كان بالخرسانة، صوت الخرسانة نزل عليه الخرسانة، هذا اللون كان في ظهري. عندنا عربية بناكل منها عيش اللوبة بخسارة نصية. مش عايزين يدونا الشقق، معانا العوائل، معانا عداد نور، مش عايزين يدونا الشقق. كل الموضوع ان انا كنت كان تبع الجواز من واحدة تانية مكتوبة في الحصر، معاها 4 ولاد مطلقة من 2011. عايزين يدونا شقة واحدة نعيش فيها كلنا. ازاي واحدة مطلقة تعيش مع طليقها بأي حق؟ شرع ولا دين ولا أي حاجة قالت كده. ازاي هنعيش مع طليقها؟ ازاي انا هعيش اصلا معاها؟ ازاي هنعيش مع بعض؟ دول لا عيش مع بعض ملناش فيه، منطقة تعيش معاه كده، ده مش موضوعنا احنا، ده موضوع خلص خلاص. عايزين تاخدوا الشعب ده، مش عايزانا خلاص. عيشوا في الشارع، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه. رحنا لرئيس الحي طلعنا وطف على وشي. مرضيش يعني ان احنا مقابلينه في الشارع مرضيش يدخلونا، فضلنا مستنيينه وهو خارج بهدلنا. دلوقتي الحي الغمزة نقول من الحي للمحافظة، كل يوم من الحي للمحافظة، ما بنعرفش نكلم حد في المحافظة، مرميين بره على الجيران زي الكلاب. مين اللي قال ان احنا نبهدل كل البهدلة دي؟ بشرع مين البهدلة دي؟ نزلنا نظامين عشان احنا ما نتبهدلش في الاخر بنبهدل كل البهدلة دي؟ ازاي يعني ليه؟ المفروض ان دي بلدنا، المفروض نعيش فيها محترمين ومتكرمين كمان. لما اولادي يتربوا في الشارع هيطلعوا ايه؟ هيطلعوا لي ايه عيالي؟ مش هيطلعوا صيع حرامية؟ ازاي هطلعهم كده يعني؟ وانا كل حلم ان عيالي يطلعوا كويسين في البلد. ما لو طلعوا كويسين هياخد دموعها. ولا هم عايزين يطلعوا صيع ومش بيقولوا عليهم في يوم من الايام ولا يضربوهم بنار؟ ازاي هم اللي عايزين عيالنا يطلعوا بالمنظر ده؟ الشعب كلها بتاع ناس كتير في المسجد الزكاة ما نعرفهاش ولا بنعرف بالله. عمرنا ما شفناهم في يوم. اللي واخد 6 شهور واللي واخد 5 شهور ما تعرفش تكلم حد اصلا. ازاي كل ده يحصل لنا؟ انا بناشد اللي في ايده حل المواضيع دي يا ريت يحلها لنا. حرام نتكلم في الشارع بعيالنا، حرام كل اللي احنا فيه ده. احنا مصريين مش ذنبنا ان احنا مصريين، مش ذنبنا ان احنا نزلنا عشان دمنا يروح في البلد دي